السلام عليكم دكاترة وباشمهندسين تالتة اعدادي. مسألة جميلة جدا. طيب بيقول لي معايا هنا قياس زاوية ه دي ب28 وقياس زاوية واو ب32 وهو عايز قياس زاوية ج. طيب انا اقدر اقول له ان انا عندي الشكل اللي اسمه ا ب ج د رباعي دائري. ليه يا مس؟ ما عشان كل رؤوسه على ايه؟ على الدائرة. طيب اقول له بما ان الشكل اللي اسمه ا ب ج د رباعي دائري، اقدر استخدم اي خاصية من الخواص. طيب اقدر اقول لك ان قياس زاوية ا ب ج زائد قياس زاوية ا د ج ب180، يعني الزاوية دي كده والزاوية دي كده مجموعهم 180. ليه؟ لان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين. طيب تعالوا نرقمهم اسهل. طيب نكتب واحد، خلينا س وصاد اسهل. طيب هنشتغلها س وصاد او واحد واتنين براحتك. هقول له ايه؟ هقول له اذا قياس زاوية س زائد او قياس او س، بلاش كده نقول له س زائد صاد ب180 كده اسهل. تمام. طيب ايه تاني؟ والله انا عندي مثلث اسمه واو ج د. هقدر اقوله في المثلث اللي اسمه واو ج د انت عندك زاوية واو ب32 زائد زاوية ج اللي انت عايزها قياس زاوية ج زائد قياس زاوية ايه؟ صاد، كلهم بكام؟ 180. طبعا مثلث مجموع الزوايا داخله لاي مثلث ب180. ماشي، سمي ده واحد. طيب نفس الكلام ولكن في مثلث التاني اللي اسمه ايه؟ ه ب ج. ه ب ج في المثلث اللي اسمه ه ب ج عندك ايه؟ عندك الهاء ب28 زائد قياس زاوية الجيم زائد السين مجموعهم نفس الكلام 180 وسميها 2. طيب هقول له ايه؟ هقول له بجمع 1 و2. انا هجمع 1 و2. يلا كده نجمع. يلا نجمع. شوف كده انت عندك ايه. والله يا مس انا عندي هنا قياس زاوية ج وقياس زاوية ج يبقى 2 من قياس زاوية ج. تمام. 32 و28 يبقى 60. س وصاد، ما انت عارف ان مجموعهم فوق س زائد صاد بكام؟ 180. فبدل ما اقول له س زائد صاد خدها مرة واحدة ب180. طيب هتساوي كلها ايه؟ 180 و180 360. شكرا. يلا نجمع. طيب يتبقى عندي هنا ايه؟ 2 من قياس زاوية ج زائد 60 و180 240 بتساوي 360. ماشي، سيب لنا 2 من قياس زاوية ج ودي 240 الناحية التانية بعكس الإشارة، هتبقى 360 ناقص 240. يعني 2 من قياس زاوية ج هتساوي كام؟ 360 ناقص 140 يطلع معايا 120. خلاص على الاتنين هقسم على الاتنين على الاتنين يبقى قياس زاوية ج ب60 درجة. مسألة جميلة جدا، حلها وفكر في فكرتها مرة واتنين وتلاتة، وممكن تلاقي لها بدل الحل 2 و3، ولكن من اعتقادي ان ده اسهل حل نحلها بيه. اشوفكم على خير.